مساء الخير على احلى واجمل متابعين سفرة سهير. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب النهارده تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهارده اسهل واسرع طريقة ايس كريم. بجد هتعملوه بطريقة بجد مميزة جدا، وفي نفس الوقت هيبقى طعمه تحفة. بصوا قد ايه الايس كريم بتاعنا متماسك وحلو جدا. وبالمعلقة المعيارية ديت هنعمل بيه بقى اللي هو اللي بعز يعني زي ايه، المعلقة بتاعة الايس كريم بتدينا نفس الشكل بالظبط. إيه، لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك واشتراك وتفعل الجرس. يلا نروح مع بعض على المقادير بتاعتنا. احنا بقى هنجيب كيلو الا ربع من الفراولة دي اللي خزنتها معاكم. كنت منزلها معاكم في فيديو قريب جدا. اهم حاجة تكون الفراولة بتاعتك مجمدة، تمام؟ او اي نوع فاكهة انت هتعمليه ايس كريم. المانجا دي كانت عندي من السنة اللي فاتت، كانت عندي كمية مش كتيرة، حبيت اعمل بيهم الايس كريم. الفراولة بتاعتي دي كانت حوالي كيلو الا ربع من الفراولة. لو الفراولة بتاعتك فريش هتحطيها بقى في الفريزر، تبيتيها في الفريزر مثلا ليلة، لان اهم حاجة في نجاح الايس كريم بتاعنا ان يكون الفاكهة بتاعتك تكون مجمدة. هنستخدم في الايس كريم بتاعنا الكبة بتاعتنا، تمام؟ هنجيب كوباية كريمة اللي هو كريم شانتيه اللي هو الخام، وبعد كده هنزل بسكر بودرة او اللي هو سكر الحبيبات الناعم جدا، تمام؟ إيه، لو انتي استخدمتي الكريم شانتيه اللي هو المحلى يبقى هنقلل نسبة السكر. طبعا احنا بندوقه وبنشوف بقى السكر بتاعه المظبوط لغاية ما نوصل يعني سكر الايس كريم بتاعنا، تمام؟ بعد كده بنزل بباقي الكمية لان انا ما حطيتش كمية الفراولة كلها، علشان طبعا هيبقى تقيل جدا على الكبة. فاحنا بنعملها بقى على جزئين بالشكل ده، وبزود ميه يعني بالتدريج. يعني انا حطيت ربع كوبايه ورجعت ضفت ربع كوبايه ميه تاني، تمام؟ بعد ما ضفت بقى باقي كميه الفراوله بالشكل ده برجع بقى اضربها كويس جدا لغايه ما القوام يبقى كريمي جدا معايا، تمام؟ هي خطوة ضرب الفراولة بتاخد وقت شوية معاكي عشان يطلع معاكي القوام متماسك ويكون كويس. بصوا انا بوريكم القوام بتاعها كريمي جدا. بعد كده بقى في اي قوالب تكون عندك موجودة ابدأي بقى يعني حطي فيها الايس كريم بالشكل دوت، تمام؟ وبعد كده هو حبيت اعمل برضو قالب بالشكل دوت. يعني القالب دوت جاي يعني متقسم زي ما احنا شايفينه كده. هعمل مربعين بالفراولة ومربعين بالمانجا، تمام؟ وبنسوي الوش بتاعها بالشكل دوت. بعد كده بقى هنجيب الكبة، هنبدأ بقى نحط فيها كمية المانجا بتاعتي. كمية المانجا ما كانتش كتيرة، فأنا حطيت بقى للكمية بتاعة المانجا حوالي كوباية إلا ربع كريم شانتيه، وحطيت حوالي نص كوباية سكر، وهدوق الطعم المانجا بتاعتي مسكر ولا لأ، لأن في مانجا بتبقى مسكرة فما بتاخدش سكر كتير. طبعا التحلية حسب ايه رغبتك انتي. برجع بقى بضربها كويس جدا في الكبة لغاية ما المانجا بتاعتي تبقى ناعمة جدا، عشان ما لما بنيجي بقى نحطها ونجمدها تبقى حلوة معانا جدا في الايس كريم. جبت بقى القوالب بالشكل دوت اللي هم كنا عاملين فيهم اللي هو الفراولة، فحطينا اللي هو كمية المانجا. وبعد كده كانت عندي القوالب دي بالشكل دوت، حطيت فيها برضو الايس كريم اللي هو بالمانجا، تمام؟ بصوا القوام كريمي جدا وتحفة. دولت بقى قبل ما يعني بعد ما خلصوا وخلصناهم خالص بالشكل ده المانجا والفراولة بتاعتنا هنغطيهم وهنحطهم مثلا في الفريزر. عملتهم من بالليل، ودول كان شكلهم تاني يوم جمدوا، كانوا متماسكين جدا وبجد كان طعمهم تحفة. هنقطع كمان مع بعض وهنشوف قد ايه قوام الايس كريم بتاعنا متماسك. بصوا بقى المعلقة المعيارية دي بجد جميلة جدا، هتغنيكي من معلقة الايس كريم. يعني بصوا المتوفر وموجود عندنا في البيت ممكن يعمل لنا احلى حاجة ممكن انتي تستخدميها في حاجات حلوة بالشكل دوت. بصوا بس كل مرة ما اللي بتيجي تاخدي الايس كريم وانتي بتعمليه كده في مثلا في كوباية ايس كريم او اي حاجة انتي هتغرفي فيها، اغسلي المعلقة بمية سخنة وارجعي اغرفي بقى بالشكل دوت الايس كريم بتاعك، تمام؟ لو عندك بقى اي صوصات وحابة تحطيها للجيلاتي اللي يعجبك. بصوا قوام الايس كريم بجد تحفة.
عملت معاكم بقى الآيس كريم بطريقة بسيطة جدًا، يا ريت يكون فيديو النهارده بجد يكون عجبكم واستفدتوا منه، لو عجبِك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك واشتراك وتفعلي الجرس، استنوني بقى الفيديو القادم، باي باي.